ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير. دايما معاكم جو قناه كرشمو. حبيبي انا عم كوكو حبيبي يا جو. حبيبي يا كوكو، وحشنا كالعاده حبايب قلبنا. واليوم هو المطعم جديد، اصل هو اختيار كيرو لا جديد. ما اعرفش جديد ولا لا الصراحه. هو الاسم غريب وعجيب، وكيرو بصراحه عمال يشكرني فيه متفائل. جامد قوي. قول لنا ايه هو المطعم يا عم النهارده يا جماعه احنا معانا بهاريز عزيز، اسم كده لايت خفيف يا يبسط. مسهل. ايوه احنا بنموت في البهاريز. جبنا حاجه من كل صنف هنجربها ونقول لكم راينا ايه. يا مسهل، هو مطعم بيعمل حاجات يعني ايه، كبده سجق بتاع حاجات شعبيه، ولكن ومسحب. الاسعار زياده شويه في حاجات، فهنشوف هل الكواليتي عاليه ولا لا. وعايزين ايه يا باشا؟ عايزين 20,000 لايك شير فيديو في كل مكان. واللي لسه ما اشتركش في القناه بعد اذنك اشترك على القناه. لا 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 عايز يعمل عليها كل حاجه. ايه بقى؟ بعد اذنك اشترك في القناه وفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد، وهنجيب كل ما هو جديد ونرجع لكم على طول. وقد حضرت الاشياء. عجبني قوي بصراحه اللوجو، بهاريز عزيز براءه اختراع الميكسات. هو الميكسات هو جاي ينافس بتوع الميكسات دول اللي هم لا 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 سكه ثانيه خالص. البقال اللي بتتكلم على البقال. ايوه لا 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 اللي هو متروس والناس دي يعني. عايزين نجرب بتاع اسكندريه، بيقولوا عليه جامد قوي. هنروح باذن الله. لا هو واضح طبعا انه لازم يقدم لك حاجات بنت ناس، علب خيار مخلل اتفرج على الباكجينج يا باشا. لا الباكجينج جميل. ليمون، فلفل اخضر، حامي. هي السندوتشات دي اللي ب 100 وي والكلام ده ولا اللي عندك؟ حاجات لا اكيد اللي عندي ده كبده والسجق العادي. طيب هتشوف. يا مسهل ربنا يستر، لان الاحجام شكلها ايه، مش واكله مع الاسعار. هنظبط الحاجه دي ونرجع لكم على طول. ونبتدي اليوم النهارده زي ما انتم شايفين كده. جبنا طبعا الموبايل عشان نقرا لان في كلام كتير قوي. ده كبده اسكندراني، عباره عن 100 جرام من الكبده الاسكندراني المتقطعه عصافيري بعيش فينو بريوش فرنساوي، زائد 30 جرام من الطحينه. يا سلام، الطحينه بقت بالجرام، سعره 30 جنيه. 30 جرام و30 جنيه. يلا بينا نتذوق يا عم. كبده ب 40 جنيه، 30 جنيه. يا مسهل ريحه جامده جدا. يلا بينا ندوق. النظافه في الموضوع عاليه قوي. طعم جميل قوي. انت هيعجبك قوي عشان الكبده مش صارخه، مش قويه. لقمه العيش وهميه، اللقمه اللي هي ماسكه نفسها، بس حاسس ان لقمه العيش نيه سنه، يعني معجنه سنه. حتى ايه، هتلاقوا واضح على اللون من هنا لو خدتوا بالكم، ولكن مش مضايقه. تعالى يا باشا يا باشا. الراجل باعت لك ليمون. ايوه ناخد خير مخلد الصراحه. نحط عصره ليمون عشان نديله العصره من عصره. يلا بينا. ادي الليمون والطحينه يا باشا بعديها، وقرن الفلفل في ايدك، في يمينك الساندوتش والفلفل شمالك. يلا بينا. يلا بينا. عظمه. العظمه لله واحده. الفلفل ما شاء الله، خد بالك وانت بتاكل. طيب القطمه اللي قبل الفلفل والطحينه والليمون حماده، والقطمه اللي بعد الطحينه والفلفل والليمون حماده تاني خالص. كبده يعني طحينه وشطه وليمون بس. في الحاله دي انا بالنسبه لي ده سعر مع كميه مع كواليتي. اللي بيحبوا الكبده قوي زيي بيحبوا طعمها واضح. لا هنا للاسف مش واضح، ولكن نظيفه، كبده نظيفه جدا. السعر غالي شويتين، 30 جنيه على كميه الكبده دي ما كانتش افضل حاجه، ولكن في نظافه عاليه. بس اوفر اول سعر كميه كواليتي بالنسبه لي انا 8.5 من 10. كوكو انا ما عنديش اعتراض على حاجه، كل حاجه عجبتني جدا. اديها 9 من 10. كيرو 9 من 10، وانا 8.5 من 10. ويلا بينا نخش في اللي بعد كده. نخش على اللي بعد كده. نخش على اللي بعد كده. يلا. زي ما انتم شايفين ده سندوتش سجق مشوي، عباره عن 100 جرام من اصابع السجق البلدي المشويه على الجريل، عيش فينو بريوش فرنساوي برضه، و30 جرام طحينه برضه من نفس ال 30 جرام. ما شاء الله. وسعره برضه 30 جنيه. سبحان الله. ماشي يلا بينا ندوق. يلا. بس انا باكل عجين. فين السجق؟ السجق هنا فعلا طعمه عامل زي عجين سبريد. حتى السجق عملته سبريد، حرام عليكم. مع انه هنا اهو صوابع. لقمه تاني، انا شايف حته صابع هنا. تعالى ناخدها. هو بالفعل معجون، توابله مش قد كده. في جوزة الطيب تقريبا، انا ما بفضلهاش مع السجق بصراحه. لا انا باكل سندوتش عجين، ما انبسطتش خالص.
ما عجبنيش خالص برضه. ب 30 جنيه باكل حاجه معجنه ما فيها شويه توابل، بهارات، عجين. ومش توابل السجق بقى. لا 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 لا. طيب هتدي كام؟ 0. 0 علشان نلخص على بعض كلام كتير، ويلا بينا نروح للي بعد كده. ودلوقتي هنخش في حته غريبه قوي ملهاش دعوه بالكبده والسجق. الراجل ده عامل ايه؟ ده قايل لك البيك واحد بس واسمه عزيز، يعني بيخبط في البيك. طيب زي ما انتم شايفين كده ده اسمه مسحب عزيز، عباره عن قطعه مسحب عملاقه وزنها ربع كيلو، زائد سلطه كول سلو، زائد خس فرنسي، زائد صوص توميه، زائد عيش كايزر بريوش فرنساوي ب 140 جنيه. 135. 140 جنيه هو يا باشا. مسحب عزيز التاريخ. ولا ده تشيز مسحب؟ ده تشيز مسحب؟ ما انا مش شايف كول سلو. ما ده تشيز مسحب. ده تشيز مسحب اللي انتوا شفتوه ده عباره عن قطعه مسحب عملاقه وزنها ربع كيلو، زائد شريحه جبنه شيدر، زائد خس فرنساوي، زائد صوص شيدر، زائد شريحه جبنه شيدر، زائد عيش كايزر بريوش فرنساوي. اوكي. ب 135 جنيه. ده اللي انت قلته ده موجود. طيب ب 135 جنيه. حته فراخ. يلا بينا ندوق. قال لك انا بتاع المسحب الاصلي، يلا بينا ندوق المسحب، هل فعلا مسحب ولا مقلب؟ يلا بينا. والله الراجل بيجتهد، ولكل مجتهد نصيب. واي اجتهاد ده لقمة العيش بريوش فعلا. مسحب مقرب جدا عن مسحب. ما نقارنش بعضنا بالبيك بعد اذنك يا استاذ عزيز، يعني لان البيك راجل بقاله 30 40 50 60 70 سنه بيعمل الموضوع ده. ناخد قطمه تاني ونشوف. بالنسبه لعم تشيز مسحب خلصت قبل كمان ما شاء الله. انت كده عجبك قوي. ده انت كده قنبله الصراحه، قنبله يا باشا. طيب العيش جميل جدا جدا من ورا العقل وفريش. الجبنه طعمها جميل جدا، حاطط صوص جبنه فعلا وحاطط قطعه جبنه مربعه. الفراخ قطعتها كبيره جدا وتخينه ومليانه. الخس بالنسبه لي عادي بقى، فرنساوي مصري ده هو خس عادي. ايوه. التتبيله بتاعت الفراخ ونظافتها وبياضها الصراحه جامد جدا، بتفكرني بماك زمان. طعمها رائع جدا جدا، والصراحه تستاهل سعرها. طيب انا متفق في كيرو متفق مع كيرو في كل حاجه احنا خلصناها طبعا، انبسطنا جدا. ولكن في نقطه للاسف ضايقتني، ان انا طالب الساندوتش ده سبايسي، هو ما هوبش ناحيه السبايسي، وكانك بتاكل حاجه اوريجينال. سبايسي عارفين اللي هو من بعيد قوي. ولكن اقدر اقول عليه مسحب. مش البيك طبعا علشان ما ينفعش البيك، بس هو افضل من اللي بيعملوا مسحب في مصر. طبعا من افضل اللي عملوا مسحب في مصر كمصريين. ايوه. فشابو، حاجه جميله انبسطت بيها، وفعلا في كميه فراخ كتيره. هتدي كام يا باشا؟ 9.5 من 10. للاجتهاد والاول مره ادوق حاجه مصري كده، معلش نقول اللي لينا واللي علينا وندي كل واحد حقه سواء بالايجاب او السلب. من افضل المسحب اللي كلته في مصر بعيدا عن البيك. انا هديله 10 من 10، فبصراحه يستحق ال10 بجداره. برافو عم شفيق عزيز، اسمه شفيق غبريان. عزيز. طيب برافو عليك بجد، الله يبارك لك، حاجه جميله بغض النظر عن السجق اللي فات ده، وهنجيب اللي بعد كده ونرجع له. يلا يا جماعه نخش على اللي بعد كده في السريع. أيوة. وهنغش بقى زي ما انتم شايفين كده. ده اسمه صاروخ مخوخ، وده عباره عن 100 جرام من المخ البلدي المتشوح على الجريل، زائد زبده، زائد كريمه تشيز. يعني ده مخ فيه كريمه تشيز ومتشوح في الزبده، وسعره 50 جنيه. طب انا عايز افهم، ده ب 50 جنيه والسجق كان ب 30 جنيه. ده المخ في اي حته بيبقى السندوتش ده اغلى من كده، بينما السجق ب 10 جنيه في اي حته. يلا بينا ندوق. يلا. يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. ازاي اداري دخلت اغنيتين في بعض انا. مزيكا. الكريمه تشيز اللي حاططها دي هي تحسسك ما بين كريمه تشيز وانها عشان محطوطه على المخ تحس انها صوص مشروم. يعني الساندوتش ده فيه لوحه كده. والزبده. المشروم مع الزبده، المخ مع الزبده، وهم. لقمه العيش وهمين، مليان مخ فعلا، ما فيهوش عروق، مخ صافي. الزبده. سيبونا نخلصه ونرجع نتمزج سوا. السندوتش ده من قبل ما اشرحه يا جماعه انا هديله 1,000,000 من 10، وفعلا يستاهلها. 1,000,010 انا بعد كده من غير ما اشرح برضه، انا شرحت لكم كل حاجه. العيش جو، طب جو قال كل حاجه، انا هتفق في كل اللي جو قاله، مفيش اي اضافه زياده، وايده بشده. ده تروحوا تجربوه، بس يعني الشرح بقى ده يتاكل. بالظبط.
شكرا انك رشحت لي هذا المطعم، انا حبيبي. مبسوط بجد حبيبي. يعني. بس بغض النظر بعيدا عن الكبده والسجق، البدايه السجق الخاطئه. راح، لا الكبده حلوه، السجق راح في حته بعيده خالص. الكبده عايزه واحد ابن ناس قوي، فاهم؟ مش لا مؤاخذه يعني بقى، احنا ولاد ناس بس بنحب كبده الشوارع برضه يعني. فلا، من بعد الكبده والسجق يعني عزيز تاني خالص بصراحه. ويلا بينا نكمل في السعاده، اتفقنا خلاص 10. عشرات طبعا. هنروح نجيب اللي بعد كده. ودلوقتي برجر من نوع اخر، معرفش ليه هو مسميه كده، هو مسمي المسميات غريبه جدا. ده زي ما انتم شايفين كده اسمه برجر حرشاني، عباره عن 200 جرام من اللحم البقري الصافي البلدي، زائد قطعه منديل طرب. لاول مره في حياتي هاكل حواوشي، هاكل برجر. ما انا مش مقتنع انا ان برجر بالطرب ده. برجر بالطرب وخس فرنسي وصوص طحينه وعيش كايزر بريوش فرنساوي. فرنساوي فين؟ ده بريوش. ايوه بيسموه فرنساوي. كايزر وفرنساوي. انا طول عمري عارف إن لا فرنساوي من فرنسا، مش فرنساوي في النوع. يا سلام، يعني نفس الطريقه بريوش فرنساوي يعني. يا جماعه بتصعبوا الدنيا علينا ليه؟ سعره كام ده يا ابني؟ 135 جنيه. 135 جنيه كتير على برجر، بس لا 200 جرام. قال لك لحم صافي. بقالك كتير ولا ايه؟ هو بصراحه هي بص، هو ليه حته مليانه وحته فاضيه يعني. بصوا النص اللي على اليمين مليان، النص اللي على الشمال ما فيهوش لحم خالص. وانا نفس الكلام. يلا بينا ندوق. استنى منظر المنديل يا جو. المنديل تحت اهو، المنديل ظاهر في الحته اللي تحت، الحته الفاضيه. ايوه. هيا بينا نتذوق البرجر بالطرب او المنديل. انا هاخد قطمه تاني عشان انا ما اعرفش ايه الاحساس الغريب ده. حسيت ان البرجر عامل زي حاجه كده، ايه، بوضع مش بوضع، معجون يعني. هاخد قطمه تاني. نص نص. الطحينه هي الطحينه هي اللي حسيتني بكده. عامه مش حلو، بهارات البرجر مش حلوه. مش حاسس بطعم لحم خالص. المنديل هو الحاجه الوحيده اللي يعني اللي ثابته، هو طعم المنديل بس. لا اضافه حلوه ولا اختراع حلو. اصل ده شرقي وده غربي. الهام برجر من الشرق، من عند اوروبا وامريكا، والطرب من عندنا احنا. فيعني ما ينفعش حضرتك، في فرق في السرعات. الميكس مش لطيف خالص، مبوظ الدنيا. وفي الاخر حاطط لك معاه طحينه. حاطط طحينه. طحينه مع برجر مع طرب، دونت ميكس. كوكو. تمام. انا قعدت اكل منه كتير، مستغرب ومش مجمع الطعم. بمعنى ايه؟ انت حاسس بالدهن بتاع المنديل وفي نفس الوقت انت حابه، بس طعم البرجر توابله مش توابل برجر اولا. وبرضه في حاجه غريبه، والطحينه برضه مديك حس يعني سن التعجينه في الموضوع. ايوه. فكبرجر ما يعتبرش برجر، واختراع ما يعتبرش اختراع. مش اختراع يا كوتش. ما مش اي حد يقول ان انا هجيب حاجه غريبه مع حاجه غريبه فهتعمل ترند، لا. للاسف انا بالنسبه لي هذا الاختراع ب 135 جنيه ما حسيتش بطعم اللحم، ما حسيتش بطعم البرجر، ما حسيتش غير بطعم المنديل. انا للاسف سامحوني، صفقت مع جو 0 من 10 لهذا الاختراع. اللي ما عجبناش يمكن يعجب ناس تانية، ما مش هتدخل في نفسويات الناس، بس ما عجبنيش انا وكده خالص. يلا بينا نجيب اللي بعد كده. طيب ودلوقتي هنجرب الحواوشي من عم بهاريز عزيز. وهذا الحواوشي عبارة عن زي ما انتم شايفين كده، اسمه حواوشي زروطة. زروطة. سامحونا والله العظيم، والله مكتوبة كده هي حواوشي زروطة. هو اساميه غريبة وانا مش ناقص لخبطة. حواوشي زروطة حشو مليطة. يا عيني على سلام. ده عبارة عن 200 جرام من اللحمة المفرومة المعصجة بتوابل عزيز، زائد شرايح بسطرمة، زائد مكعبات جبنة كيري فرنسي، زائد عيش بلدي مصري. الراجل ده بيشتغل تبع فرنسا كتير قوي ما شاء الله. ب 70 جنيه زروطة. يلا بينا ندوق يا ابني. يلا بينا. العيش المصري حلو، في ملح زيادة، ما حسيتش لسه لا بالجبنة ولا البسطرمة ولا اللحمة. اللحمة تتبيلتها وحشة خالص. تتبيلتها تحس انها رايحة للبرجر سنة. سنة كتير. اللحمة مش مستوية 100%. بص كده هتلاقوا اللون لسه ايه، في سنة روزيه الى الابيض او الى الرمادي، لون فاتح. حس ان الدهن لسه ني، مش مستوي، رغم ان احنا مسخنينه يعني، وكان جاي لنا سخن ما لحقش يبرد اساسا. انت في معلومة ما قلتهاش، قول انت يا ما باشا. اكلتش بسطرمة. لا ايه ده؟ المعلومة اللي انا عايز اقولها بقى، فين البسطرمة صحيح؟ البسطرمة انا اخدت قطمة، تاني قطمة انا اكلتها كان فيها بسطرمة،
البسطرمه ملهاش طعم بس فيها ملح. هي اللي جت رهيب. معايا في الاول، ما انا اول قطمه كانت مالحه جدا. يعني مفيش طعم بسطرمه بس في ملح رهيب في البسطرمه. ده انا خدتها كمان مع جبنه، ده المفروض الجبنه شايله منها. تشيل مين يا عم؟ البسطرمه صعبه صعبه صعبه. ده ملح بسطرمه، ده نوع جديد من انواع الملح. ده ملح بسطرمه. ايوه. اللحمه توابلها غريبه جدا، مش مستويه هو كويس افضل خالص. حاجه هنا العيش. انت حرامي، لان انا قلتها في الاول، العيش المصري فعلا حلو. افضل حاجه العيش والله، العيش بس. وتسويه العيش، ولكن تسويه اللحم مش حلو. توابل الجبنة اللحم كيري مش باينه، يعني طعمها مش باين وسط الكلام ده. ده قال لك فرنسي كمان، مش اي جبنه كيري. ما في أيوة. دنماركي وبتاع، لا دي الفرنسي. طيب. دي الفرنسي. فايه ده كده 3-0 ده. هو خد 10 كمان في المساحه. والكبده كانت حلوه، خدت 9.5 او 9 8.5. طبعا ده بكام يا بابا؟ ده ب 70 جنيه تقريبا. هو السعر ما نقدرش نعتبره غالي ولا رخيص. طيب. الطعم مش معلوم. لا الطعم للاسف، ولما تيجي فعلا حته بسطرمه زي القطمه اللي انا خدتها الاول دي، كميه ملح فظيعه وتسويه اللحم مش حلوه. نظرا لان هو يعني في حشو كتير، انا اي نعم مش حاسس بطعم اللحم اساسا، انا حاسس بطعم الدهنه بس اللي فيه. هديله 1 من 10. انا اديله 0 الصراحه. كوكو 0 وانا 1 من 10. ولا نحلي بقى. بالفعل. يلا بينا نحلي. الكاميرا قطعت بعد ما قفلنا الفيديو وخلصنا ودقنا الساندوتش الحلو. ايوه. قول لنا ايه رايك في الحلو؟ الحلو الاول زي ما انتم شايفين كده، ده عباره عن اسمه ايه يا ابني؟ ده سكالانسيكو. ايوه سكالانسيكو، وقعدنا نتريق على اسمه كتير صحيح. أيوة. عباره عن حلاوه طلعت سبريد، مش حلاوه حقيقيه، حلاوه طحينيه، وهي حلاوه سبريد. عسل قشطة. وقشطه، والقشطه طلعت للاسف قشطه اللي هي المعلبه، مش قشطه بلدي. وكان طعمها بالاقرب للكريمه اللي بيستخدموها محلات البقاله زي بالظبط. متروس، تفويله، مازو كده، اللي هي خفيفة بنعتبرها خالص احنا يعني. لو كواليتي. والساندوتش ما كانش افضل ساندوتش ساكالانس يعني في علم هو كان الحلويات. سعره 25 جنيه واحنا استغليناه، قلنا لا نجيب التاني البلدي بالظبط. احسن يعني. بالظبط، اللي هو بتاع محلات الكبده والسجق او عربيات الكبده والسجق. واوفر اول بقى النهايه ايه يا عم كوكو في هذا المطعم؟ انا قلت افضل، او انا وجو متفقين. أيوة. المسحب، المخ اللي بالزبده والتشيزي. انا قلت كلام كتير قوي فيهم في حقهم دول. فدول الصراحه هم افضل حاجتين لهم بلاد. بالظبط. الكبده مش بطال، انما الباقي كله ما جاش. فانا شايف ان الراجل ده عنده حاجات حلوه، وفي اجتهادات ميكسات ممكن ما تظبطش مع حد بس تظبط مع حد تاني. فانا شايف ان اديله 6 من 10. كيرو اداله 6 من 10، وانا قلت لكم انا هيبقى شقين. المسحب والمخ هياخدوا 10 من 10 لو المطعم ده ما بيعملش غيرهم، وباقي الحاجات هديها 1 من 10. وكيرو باشا اصر ان انا لازم ادي رقم اوفر اول، فاضطريت ان ادي رقم اوفر اول 3.5 من 10. وقلنا عنوانه شارع الزراعه، وزاره الزراعه، ميد ستريت الدقي في الدقي، علشان كيرو الباشا بينسى يقول العنوان وده مسؤوليته. وصفحته على الفيسبوك اسمها بهاريز عزيز. بالظبط. وعايزين ايه يا باشا؟ 20,000 لايك شير فيديو في كل مكان. واللي لسه ما اشتركش في القناه بعد اذنك اشترك، علشان احنا اللي نلبس مكانك، وحضرتك ما تروحش تجيب الحاجات الوحشه وتجيب الحاجات الحلوه اللي عجبتنا بس. ونشوفكم على خير في فيديوهات جديده، وكان معكم جو كيرش بوي وكيرو. سلام.